أهلا وسهلا في سوسو هوم. جاهزين الأجواء مليانة طاقة، وهون رح نكتشف أسرار التنظيف السريع ونقدم أطيب الوصفات ونرتب بيوتنا بأسلوب مبتكر. تابعوني ولا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس مشان يصلكم كل شي جديد من سوسو هوم ووصفات سوسو هوم الاقتصادية. كيفكن يا حلوين؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. شكرا لمحبتكم، وكل ما لعائلتي عائلة سوسو هوم عم تكبر أكتر وأكتر، والتفاعل فيها هلا بصراحة أنا بجوز أنتم تشوفوا التفاعل ضعيف، إنه المشاهدات قليلة، المشتركين بعدهم قلال، بس أنا شخصيا مبسوطة بهذا الشيء. مبسوطة إنه أنا عم بسوي شيء خاص فيني، إنه هاي القناة بتخص مثلا بس وصفات سوسو هوم، هاي القناة بتخص روتينات سوسو هوم. هيك بتمنى منكم يكون التفاعل أكتر وأكتر، وتكبر محبتكم لإلي أكتر وأكتر. وراح احط لكم كمان بالوصف السناب شات وكل الروابط الخاصه لنا والقناه العائليه. بتمنى اذا اول مره عم تشاهدوني تضيفوني على كل الروابط الخاصه لي. طبعا جيتكم اليوم بوصفه اللي كل طلبها مني. كانت على قناتي 100,000 بصراحه، بس راحت مع القناه. لهيك رح ارجع اعمل لكم اياها على هي القناه، على قناه سوسو هوم. وصفه اقتصاديه وطيبه ومكونات موجوده بكل بيت، والكل بيحبها، الكبير بيحبها والصغير بيحبها والولاد بيحبوها. بس هي صبايا كعك بجبنة، كعك بجبنة أو كعك مالح، بس هو الاسم الأساسي كعك بجبنة. هلا خليكم معي لنبلش بالفيديو. وهلا يا صبايا، أول شي رح أقولكم المكونات. طبعا عندي هون 3 كاسات طحين منخلتهم. الكاسة اللي بنعير فيها الطحين نشتغل فيها كل المعايير. عندي هون 3 كاسات طحين، وعندي هون نص كاسة مرقة جبنة. يعني انتوا اذا جايبين جبنة، اذا ما فيها مرقة فيكم تغلوها للجبنة وتطلعوا المرقة تبع الجبنة. انا بصراحة عندي هاي جبنة مسنرة، طعمتها كتير كتير طيبة، جبنة بلدية، لهيك انا حبيت اعمل لكم هاي الوصفة، لانه هاي الجبنة بلدية طعمتها كتير طيبة، لهيك حبيت اسوي هاي الوصفة. فيها نص كاسة مرقة جبنة. وعندي هون كاسة سمنة. طبعا كاسة سمنة بدها تكون بحرارة الغرفة، ما بدها تكون لا كتير مدوبينة، بحرارة الغرفة. شايفين؟ وهلا يا صبايا، طبعا انا قلت لكم المكونات، ونحن بنحتاج حبة البركة، حبة البركة وسمسم، بس بصراحة منه متوفر عندي سمسم، رح احط بس حبة البركة. هلا رح احط ل3 كاسات طحين، رح احط مقدار معلقة اكل حبة بركة. انتبهوا صبايا، ما بدنا نكتر لها كتير، لان كترت حبة البركة بتمرض. تمام، يعني معلقة وحبة بركة. ورح نحط كمان مقدار نص معلقة صغيرة ملح. هلا بدنا نحرك الطحين مع الملح. وهلا يا صبايا، بعد ما حركناهم كثير منيح، هلا بدنا نضيف كاسة السمنة. انتبهوا، بدنا نضيف كاسة السمنة، ما بدنا نعجنها عجن، بدنا نبسها بس. هاي بيقولوا لها بس العجين. تمام، بس نخلي الطحين والسمنة يختلطوا سوا، ما بدنا عجين وتعب وهي ما بدها هي ابدا. يا صبايا مثل ما قلت لكم بدنا نبلش نبس السمنة والطحين سوا. شوفوا صبايا كيف بدنا تكون، بس هيك، ما بدنا نعجنها ابدا ابدا، بس مشان نتأكد انه السمنة والطحين صاروا روح واحدة. وهلا يا صبايا الخطوة اللي بعدها، شوفوا هلا تأكدنا انه الطحين والسمنة صاروا روح واحدة. هلا بدنا نضيف مرقة الجبنة. بس صبايا بدي انوه الموضوع، هلا ممكن انا احتاج نص كاسة مرقة، ممكن احتاج ربع، ممكن احتاج 3/4. هي الشغلة انتم بتستحكموا فيها حسب نوعية الطحين. هلا انا احيانا بحط لها نص، احيانا بحط لها 3/4، حسب نوعية الطحين. هلا بدنا نضيف مرقة الجبنة تدريجيا. ليش بدنا نضيفها تدريجيا؟ مشان ما نحط مية كتير والعجينة تتشرب معنا، هيك بنضيفها تدريجيا وبنعجن. ضفت نص كاسة مرقة الجبنة، بس بعد العجين بدها، شايفين العجين بعد بدها. نوعية الطحين بتكون بتشرب سوائل، لهيك هلا رح اضيف كمان شي ربع تقريبا. وهلا يا صبايا هيك العجين بتكون جاهزة. شوفوا ما احلاها. هلا شوفوها على الشغل شلون بتطلع غير شكل. طبعا انا حطيت يعني فيكم 3/4 الكاسة، فيكم تقولوا 3/4 الكاسة تقريبا مرقة جبنة. مثل ما قلت لكم هاي مرقة الجبنة حسب نوعية الطحين. بس هلا رح نتركها ترتاح 10 دقايق، نغطيها صينية او كيس، نتركها ترتاح 10 دقايق بعدين نبلش نشتغل. هلا يا صبايا طبعا بعد ما رجعت لكم بعد 10 دقايق،
تركتها ترتاح 10 دقايق. هلا هي بدها رياحة 10 دقايق بس مشان تساعدنا بالشغل. هلا هي كتير شغلة هين، انتو بتقدروا تعملوها اشكال، بس انا بفضل انه بحس الكعك المالح طيب يكون هيك بشكل دائري. طبعا انا منطفي المجلة قبل ما احطه ابلش. كعك المالح انا بحبه هيك يكون، شايفين؟ هو اصول الكعك المالح هيك. هلا في عالم بتحب تحط للكعك المالح شمرة، عرفتوا؟ هاي اللي بيحطوها للكعك، بس انا بصراحه ما بحطها لهيك، ما بحطها للكعك المالح. للكعك العادي بحطها، بس للكعك المالح ما بحطها. شوفوا، شايفين ما اسهل الشغل بالعجين؟ يعني الشغل شي فاخر على الاخر. شوفوا، يعني طبعا هاي انتو تقديريا حسب انتو بتعرفوا قد ايه بدكم تسووا. سميكه كتير وسط، انا بحبها تكون وسط، لا كبيره ولا صغيره، تكون وسط. شايفين ما اسهل الشغل فيها؟ خالصه. وهيك يا صبايا بتكون الكمية جاهزة. طبعا طلعت لي هي الصينية، طلعت لي هدول. شوفوا صبايا، فيكم انتم تعملوهم هيك اصابع، فيكم تعملوهم دوائر، فيكم تعملوهم بالشكل اللي انتم بتحبوه. هلا يفضل مشان يعطونا لمعة حلوة، يفضل ندهنهم بصفار بيض. بنخلط مع صفار البيض شوية خل او فانيليا، بس بصراحة انا عندي ابدا ما راح يقتنعوا انه احط لهم خل. اذا انتم كمان مثلنا ما بتحبوا الخل، اعملوا حليب. شوفوا، نص كاسة حليب ودهنوا الوش بس مشان يعطيها لمعة كتير حلوة. طبعا انتم مثل ما قلت لكم فيكم تضيفوا مع حبة البركة سمسم، بس انا اللي كان متوفر عندي حبة البركة، يعني بيعطيها طعمة طيبة كمان السمسم. هلا رح ندهنهم كلهم بهذا الشكل بالحليب. طبعا انا شغلت الفرن. بالنسبة للفرن يا صبايا، الفرن اول شي بدنا نشغله من تحت. بس شفناهن عطوا لون من تحت، لون ذهبي، منطفي من تحت ومخليه بس من فوق، منشغل من فوق. تمام، يعني نحن بدنا اياه من فوق بس مشان يعطيهم لون. وهيك يا صبايا وصفتنا لليوم بتكون جاهزة. شلون يا صبايا؟ يا عيني يا عيني عالزمة، كيف عالزمة وشي فاخر على الآخر. تعالوا نجيب روزي تقيمه. تعالوا نقيمه أنا وبنتي روزي. تعي روزي لعندي، بدي إياك تقيمي لي الكعك المالح. تعي، بتقدري تطلعي لهون؟ لحظة اطلعي مشان يشوفوك المتابعين، أنا ما بدي أحملك. يلا 1 2 يلا. والله سبقت جوجو كمان. روقوا. طب روحوا الكل. يلا ها، بدنا الكاميرا تغبش. تعالوا ندوق معاهم. خدي جوجو. شلون؟ طيبة. خليكي شلون؟ طيبة. تنصحيني يجربوها؟ عن جد؟ نزلي. أنا بدي نزلي. بنتي ملتهية باللعب مع أخوها لهيك أكلت شوفوا وراحت. شوي ما أحلاها طلعت. شوفوا. عن جد صبايا نصيحة مني، جربوها. والنصيحة الأكثر، نقوا نوع سمنة طيبة ونوع جبنة طيبة مشان تعطيكم طعمة طيبة. بالقلب لهون ونكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتي لليوم من سوسو هوم. لا تنسوني من الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد من وصفات سوسو الاقتصادية. بعد وصفات الاقتصادية يعني ب3 مكونات عملنا كعك مالح طيب وحلو ضيافة إذا جاكم ضيوف أو هاي حلو تضيفوه، واللي بدوقه أكيد رح يكون طيب. بحبكم كتير،